بعد انتشار صورة طارق حامد مع جون ادوارد الفترة الأخيرة، الناس كلها بتتساءل هو فين طارق حامد؟ بعد ما كان في أول الموسم الناس كلها بتتكلم إن طارق حامد عاوز يلعب في الزمالك، وإن هو قريب من نادي الزمالك، وإنه بيفكر يرجع نادي الزمالك، بس جون ادوارد هو اللي كان رافض فكرة رجوع طارق حامد مرة أخرى لنادي الزمالك. فكل الناس بتتكلم الوقت هو فين؟ طب هو ليه ما بيلعبش في فريق؟ طب اعتزل ولا ما اعتزلش؟ طب ليه مأجل أصلا اعتزاله؟ كل الناس بتتكلم على حوار طارق حامد. كل الناس فكرة طارق حامد موجود ولا مش موجود؟ هو ليه طيب ظهر الوقت في صورة مع جون ادوارد؟ هل هو بيختار من نادي الزمالك؟ هل طارق حامد عاوز يلعب في نادي الزمالك ويختم مسيرته في نادي الزمالك؟ كل التساؤلات ديت موجودة عند جمهور نادي الزمالك. بس اللي انا اقدر اقوله لك ان طارق حامد عاوز يلعب في نادي الزمالك، وعاوز يختم مسيرته في نادي الزمالك، وكان عاوز يلعب في يعني في اول الموسم مع نادي الزمالك، وكان عاوز يمضي مع نادي الزمالك في يناير. اه بس لولا وقف القيد اللي عند نادي الزمالك وبسبب مشاكل نادي الزمالك، ولغايه الوقت جون ادوارد مش موافق او موافق ان هو يرجع تاني، هو دي اللي مخلي الصفقه تقع. وكمان يعني طارق حامد عنده استعداد اصلا كمان ان يلعب لنادي الزمالك بدون فلوس. هو طارق حامد مأجل اعتزاله بسبب نادي الزمالك، كنا عاوز يلعب 6 شهور بس حتى في نادي الزمالك، حتى لو بدون فلوس، بس يختم مسيرته في نادي الزمالك ويكون لابس تيشيرت نادي الزمالك في آخر أيام. وبيقول لك أنا زي مين؟ زي أيمن حفني. أيمن حفني اتعمل كده معاه، وان هو كان عاوز يختم مسيرته في نادي الزمالك، فده حصل معاه، فبيقول لي انا من حقي واللي عملته في نادي الزمالك ان انا اختم مسيرتي في نادي الزمالك. فهل هو طارق حامد فعلا يقدر يلعب في نادي الزمالك؟ انا عن نفسي كنت شايفه من اول الموسم اللي فات انه كان يستحق انه يلعب في نادي الزمالك، وان الزمالك كان محتاجه كقائد للمجموعه، كقائد للفريق، بسبب المشاكل اللي كانت موجوده، وكان زيزو ماشي، وان كان في لخبطه كبيره في نادي الزمالك ومشاكل كتير في نادي الزمالك، والدنيا ما كانتش واضحه. فانا كنت شايف ان طارق حامد يقدر يلعب في الحته ديت كمان. بعد بيع كمان دونجا كمان، يعني انت متخيل ان مفيش لاعب ست اصلا في نادي الزمالك، فانت ممكن تقول عليه مثلا 45 دقيقه ويلعب لك 45 دقيقه احسن حاجه عنده وبقوه، فممكن يفيد نادي الزمالك. كمان كنت شايفه قائد اكتر لنادي الزمالك، وان يلم المجموعه حواليه، وان هو يقدر بخبراته واللي هو قعده مع نادي الزمالك والمشاكل اللي مرت عليه في نادي الزمالك، يقدر يلم المجموعه ويلم الفريق. بعد كمان بقول لك بقى زيزو اللي كان بيحصل في نادي الزمالك، وان انت تحس ان اوضه اللبس كانت ممكن تتفكك في نادي الزمالك، فلاعب زي طارق حامد بشخصيه طارق حامد من كابتن من كباتن نادي الفريق يقدر يلم المجموعه حواليه، ويقدر يعني يعني يدي روح اضافيه في اوضه اللبس. فكنت شايفه ان هو هيفيد نادي الزمالك كمان لو مش هيلعب على مستوى اللي هو اوضه اللبس، وانه يجمع المجموعه، وان هو ممكن يختم مسيرته، وان نديله انه يختم مسيرته في نادي الزمالك. بس دلوقتي نظرتي للموضوع اتغيرت بسبب ان نادي الزمالك كمان، ان اللاعب طارق حامد ده بقى له 6 شهور اصلا ما بيلعبش كوره، وممكن يخش في السنه وهو ما يلعبش كوره. فطب هيجي ازاي بقى نادي الزمالك؟ هنفيد ازاي كمان على ارض الملعب؟ وبالذات ان طارق حامد برضه شخصيته قويه، وان عاوز ممكن يبقى عاوز يلعب وعاوز يأدي وعاوز يوري الجمهور اللي انا لسه فيا الروح اللي انا العب كوره. فكل دي ممكن يسبب مشاكل في نادي الزمالك. طارق حامد من وجهة نظره ان هو عاوز يلعب 6 شهور حتى في نادي الزمالك ويختم مسيرته بدون فلوس، عشان كمان يكون ليه يعني أولوية، حتى مثلا إن هو ينضم للجهاز، إنه يمسك حاجة في قطاع الكورة، إنه يمسك حاجة إدارية. طارق حامد عاوز يعني يكون اسمه مرتبط بنادي الزمالك، وإنه يخش نادي الزمالك ومجتمع نادي الزمالك ويمسك حاجة في نادي الزمالك. فهل يستحق الموضوع دوت؟ يعني دي من وجهة نظرك بقى أنت اللي تقول.